حد كبير في السن وحصل له ان هو عنده ترهلات مثلا في الوش او تجاعيد او هل السكين بوستر، عشان كتير يقول لك ايه التكلفه بتاعت السكين بوستر اقل، طب ما هو بصي فلانه وشها احلى ودي احلى ودي احلى، طب ايه اللي خلينا نروح الفيلر والبوتوكس؟ لا، ما هي دي بقى مش هتتبسط. يعني لما بتجيلي كلاينت كده هي كبيره في السن، عندها تهدل في الوش، عندها خطين الابتسامه، البوستر مش هتعمل حاجه. بتقولي لها يا دوبك هتغير السكين كواليتي، هتحسن شويه، بس هي لازم تعرف ان هي مش هتتبسط. هتحس ان هي انا خطين ما راحوش، هم مش هيودوا الخطين. التهدل الوش، هل هي رفعت الوش؟ لا. ما بترفعش. لا، يعني في انواع بسيطه بترفع بس رفع محدود. يعني بنوته عندها 30 35 عندها تهدل بسيط، ارفعه ببوسترز. انواع معينه اللي بترفع، مش كل البوسترز بترفع. بعض الناس او كل اللي ساعات بيحقنوا اول مره بيجي لهم كده لحظه اللي هو ايه، هو انا ليه مش حاسه بالاثر على طول لا زي ما بشوف في الفيلر وفي البوتوكس؟ لا، ما هتفرق. احنا البوتوكس بنحقن العضله، التجاعيد بتفك خلاص. بعد اسبوعين بتشوفي نتيجه البوتوكس. صحيح. وبتفضلي 6 شهور من غير تجاعيد ونرجع نحقنه تاني. الفيلرز كذلك، وانا بحقن بيبان النتيجه. السكين بوستر لا، هو اصلا تحفيز انتاج الكولاجين بياخد 21 يوم.